السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي الكلام بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فوز الأهلي بالثنائية وعودة الروح الجماعية، وكان مهم النهاردة فوز الأهلي حتى لو الفرقة الإسماعيلي، طبعا أنا عارف إن هي بتمر بمشاكل وفرقة ضعيفة فنيا، فأنت الحمد لله أنت النهاردة الهدف اللي جابه من رمضان استعاد شوية من الثقة اللي كانت مفقودة نفسيا عنده. بن شرقي النهارده ابتدى يبدع ويرجع بن شرقي بتاع زمان، اسيست ولا اروع وانهاء من ياسين مرعي عالمي. الحمد لله النهارده النادي الاهلي في سلبيات في المباراه في الشوط الثاني وهتكلم عليها في التحليل دلوقتي، بس في حاجه دلوقتي الخبر جالنا ان ديانج مش هيجدد. شكرا لاحترافيتك، حاول تستفيد بقى بلعيب تاني مكانه او تلعبه في الماتشات المهمه. دلوقتي النادي الاهلي المركز الرابع، لان انا استنيت طبعا ما اعملش الحلقه غير لما اشوف نتائج بيراميدز والزمالك والاثنين كسبوا. طيب الشوط الاولاني الاهلي نازل بهجوم ضاغط وكاسح من اول مباراه، والدقيقه 5 تسديده من ديانج فوق العارضه، بعديها الدقيقه 15 عرضيه للشحات من بن شرقي، الشحات يهدرها بطريقه غريبه يحطها جنب العارضه. جت الدقيقه 31 وهدف من دربكه من دفاع الاسماعيلي يحطها بالرمضان، اللي تحس ان هو ما صدق ان هو اتحرر وجاب جون. انا جبت جون يا جماعه، انا موجود. وادت بالرمضان دفع، على فكره بالرمضان فضل طول المباراه بقى بيلعب وبيأدي ويباص ويعمل، بس برضه لسه مش بالرمضان اللي احنا جبناه في اول كاس العالم للانديه. الدقيقه 43 اسيست عالمي من كورنر اترفع لبن شرقي، اسيست عالمي لياسين مرعي يسجلها هدف ولا اروع، فيرست تاتش فيرست تايم. وتيجي الدقيقه 46 الحسنه الوحيده اللي عملها طاهر محمد طاهر، اسيست الكاموميش المفروض يحطها جون يتصدى لها حارس الاسماعيلي، وينتهي الشوط الاولاني بتقدم الاهلي بثنائيه. ويبدا الشوط الثاني بحاجه غريبه، الرجاله بتاعت الاهلي كانت التطوره باين في الاستراحه، او معنى صح احنا مريحين، فخلاص بقى طبعا النادي الاسماعيلي نازل ضاغط مش باكي على حاجه. في الدقيقه 47 تسديده من مروان حمدي فوق العارضه، في الدقيقه 52 تسديده وتخرج كورنر، والدقيقه 56 انقاذ من الشناوي. يعني انت قعدت لغايه الدقيقه بقى اللي هقول لك، الدقيقه 64 الشحات شاط شوطه كده في البلوك ما تلزمناش. الدقيقه 69 خروج الرباعي شكري وكاموميش والشحات وهاني ونزول بالعمري وشريف مروان عطيه وكريم فؤاد. جت الدقيقه 79 وتسديده من شريف، يعني انا فضلت لغايه من الشوط الاول للتاني ما عملتش غير تسديدتين وكلهم في البلوك. الدقيقه 80 يعني هقول لك ايه، لمحه فنيه جماليه من بن شرقي، لم الرجاله وكلفتهم في ربع سنتي وقال لهم جاي الدور الجاي تعالى يا ابني خد تك 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 تك، وشاطها الحارس يتصدى لها. مع ان كان ممكن بن شرقي يعملها عرضيه كانت هتبقى اجمل، بس هو بن شرقي خلاص. انت الماتش ده كان بالنسبه لعيبه النادي الاهلي استعاده الثقه. طبعا احنا الكلام ده بره عن الجول يا دور كابتن طاهر محمد طاهر. الدقيقه 84 فاول برضو من طاهر محمد طاهر، قصدي او من كريم قصدي، هو طاهر محمد طاهر، هو طاهر محمد طاهر، معلش يا جماعه. فطبعا الفاول ده اتشاط، الكوره صدها الشناوي نزلت من ايده، ستر ربنا ان المتابعه كانت بره. وده الكلين شيت الرابع لمحمد الشناوي في خلال المباريات اللي لعبها كلها. مساء الخير عليك يا عم الشناوي. وتنتهي المباراة بفوز النادي الأهلي 2-0، ثنائية كانت لازما قبل ماتش الجيش الملكي. هو المباراة حلوة في مجملها، السلبية ان انت الشوط الثاني كان النادي الأهلي وحش. الشوط الثاني انت خلاص بقى اللعيبة ايه، احنا كسبنا الإسماعيلي والإسماعيلي مش قادرة تجارينا. طيب افرض لا قدر الله انت نزلت كسبت فرقة مثلا قوية اديتها 2-0 الشوط الاولاني، نزلت الشوط الثاني خلي بالك انت ناقص دلوقتي تريزيجيه وزيزو وامام عاشور، 2 اصابه وواحد عقوبه تاديبيه. فاتمنى يعني ان يستروب يعني يكلم بقى اللعيبه او يحاضرهم محاضره محترمه كده، ان انا ما ينفعش ابقى متقدم والاقي التراجع في الاداء ده في نص الملعب. لان انا جه الاسماعيلي في بدايه الشوط الثاني لا هو كان ماسك نص الملعب، وديانج كان يعني خلاص بقى اللي هو ايه، احنا عرفنا ان انت خلاص مش هتكمل فشكرا ليك. مبروك النادي الاهلي، استعدت الثقه، ونتمنى ان شاء الله الفوز يوم الاحد على الجيش الملكي وصداره المجموعه. سلام عليكم.